عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام. ازيك يا جورج؟ ازيك يا فانا؟ ايه الاخبار؟ ايه؟ يوم حلو اتنين. اللون ده، حلو اللون ده. الله يخليكي اتفضلي. والله هتفضل. هروح فين؟ طيب احيانا القدر كده يحط قدامك حد يجي بقول لك انا عندي خبرين، بس خبر منهم حلو والتاني وحش. تمام، انت تحب تسمع انهي الاول؟ عامه هات الوحش. معادله، انا احب اسمع الوحش الاول. ليه؟ لان هو خضه، يعني بحس دايما ان انت كده لبستني في خضه، فانا محتاج ان انا اعرفها دلوقتي عشان خلصني من الخبر الوحش. نشوف في هنعمل حمل ايه كده اللي هو بالظبط، وان شاء الله الحلو بقى اللي هو نختم بيه فيبقى لذيذ. في ناس تقول لك انا احب اسمع الخبر الوحش اول عشان احلي بالحلو، فيمحي لي بقى اثار الخبر الوحش. وممكن يكون ده اللي حصل مع عروسة بريطانية كانت في أسعد ليلة في حياتها لما جالها خبر وحش في أسعد يوم. تمام، العروسة كانت في يوم الزفاف ولابسة فستان الفرح، وبعد ما رقصت سلو مع العريس قررت تبص على موبايلها تشوف كده لو في أي مكالمات أو أي حاجة. اكتشفت إن مديرها اختار اللحظة السعيدة دي عشان يبعت لها رسالة إنها اتفصلت من الشغل. العروسة شاركت قصتها في فيديو على يوتيوب. قالت ان مديرها كان عارف ان اليوم ده يوم جوازها، وكتب لها اول الرسالة يعني اتمنى ان يكون يوم زفاف جيد، لكن للأسف عندي اخبار مش لطيفة، تم فصلك من العمل وهيتم اخراجك من كافة جروبات الواتساب. هو ده المهم عنده يعني هنخرجك بره الجروب. العروسة قالت ان هي معرفتش تفرح ولا تزعل ولا ايه، المفروض ان اليوم ده اسعد يوم في حياتها ومفيش حاجة ممكن تزعلها، لكن الرسالة خلتها في حالة كده اللي هو فيه ميكست ايموشنز، او اللي هو فيه يعني شوية احاسيس كده عكس بعض ومتلخبطة وكده. قالت كنت افضل ان المدير يختار توقيت احسن من كده شوية، يعني بعد الزفاف بأسبوع. ده بالنسبة لها هي بعد الزفاف بأسبوع كان ممكن يبقى التوقيت أفضل شوية، تقول ما كانش هيخسر حاجة يعني لو كان استنى شوية. فهو فعلا موضوع فاهم انت المدير عمل ايه؟ قال لك انا اجيلها في اسعد يوم في حياتها ما تحسش. بص، بحس دايما ان الاخبار الوحشه لازم يكون ليها دخلة معينة عشان تتقال في توقيتات يعني اختيار توقيت انك تقولي لحد خبر وحش ده مهم جدا جدا، لان الخبر الوحش دايما بيفسد الاجواء، وهو في حين ان انت لازم تكوني عارفة الخبر. يعني انا مش هخبي عليكي خبر زي ده، محتاج اقولهولك، بس محتاج اختار توقيت اخره شويه لحد ما احس ان التوقيت هو التوقيت لازم يكون التوقيت مناسب، عشان خاطر يعني في اوقات كتير في ناس تقول لك مثلا تكلمك على التليفون انت فين بتاع مش عارف ايه، فانا اشوف الاجواء تسمح ولا لا. في مره حد قبل كده كلمني قال لي انت واقف والله العظيم طبعا عشان ما تطبش وانت فاهم قصدي ايه. وكان الخبر فعلا مش الطف حاجه، بس ففكره ان انت تختاري المناسبه او الوقت السليم انك تقولي فيه الخبر الوحش، اعتقد ده مهم جدا. الخبر الحلو بحس ان هو ممكن يتقال في اي لحظه، في اي وقت، حتى لو انت بتمري بظروف وحشه، بالعكس انت في امس الحاجه لاي خبر حلو ينتشلك من المود اللي انت فيه. صح. يعني فانا ساعات مثلا ممكن اسمع خبر حلو عن فانا وفانا في مود سوداوي، لازم اقول لها دلوقتي حالا. يعني انا مش هستنى الوقت المناسب اللي هقول لها فيه الوقت، لان ممكن استنى ان انا لو انا هشوفها النهارده بالليل عشان تبقى اشوف الرياكشن وتبقى الفرحه ألذ وكل حاجه، بس في اوقات اللي هو لا، هو انا محتاج اقول لها في اسرع وقت، لمجرد ان انت من كتر ما انت متحمس عايز اخرجك بره، عايز تقول الخبر دلوقتي حالا، فانت مش هتسال بقى انا فين بعمل ايه اي حاجه. لو كلمتني ما ردتش هتقعد تكلمني كذا مره، اللي هو لا انا لازم اقول لك الخبر ده وبسرعه من كتر ما الخبر حلو. بس هي الاخبار الوحشه فعلا بتبقى للاسف محتاجه وقت معين، يعني محتاج ان انت تعرف تقول الخبر دلوقتي ولا لا. عارف بقى اللي اوحش من كل ده لما حد يجي يقول لك ايه، عندي خبرين، خبر حلو وخبر وحش، فانت طبعا معظمنا يعني يقول لك خلاص قول الوحش الاول وتبقى قاعد بقى ايه معتمد على الحلو جدا، والحلو يطلع خبر عادي جدا عادي ولا في اي حاجه. هو بالنسبه له هو خبر حلو ليك، بس انت بالنسبه لك يعني اللي هو ولا حاجه، فانت شكرا اخدت الوحش وقعدت ما فيش اي حاجه. بس انا احب اسمع الوحش ما هو الوحش كمان هو بيأهلك ليه، يقولك انا عندي خبر وحش،
او انت كويس دلوقتي، انا عايزه اقول لك على حاجه. انت بتبتدي بقى لو انت قريب من الشخص ده تبتدي خلاص بقى تستنتج ان في حاجه، يعني صوته مش تمام، في مصيبه. فانت بتتاهل برضو ان في خبر وحش، غير لما يجي لك فجاه كده. يعني اهلني للخبر الوحش، ما تفاجئنيش قوي كده. ايوه. في عايز تقول لي حاجه النهارده؟ انا قلقانه شويه. عندي خبرين الاثنين وحشين. خليهم عندك. خليهم عندك والله. طيب خلينا نقول لكم بقى ان في الوقت الحالي الموبايلات حاجه اساسيه ما بنقدرش نعيش من غيرها، لدرجه ان يعني ناس كتير جدا ممكن تنسى اي حاجه في يومها. يعني وانت نازل ممكن تنسى محفظتك، مفتاح البيت، تنسى ايه، بس بعمرك يعني دلوقتي صعب انك تنسى التليفون. فايه رايك بقى لو قلنا لك تعيش لمده شهر كامل من غير موبايل؟ تجرب تجرب وتشوف ايه اللي هيتغير في شكل روتين يومك. هل انتاجك هيتغير؟ هل صحتك النفسيه هتبقى احسن؟ لان التجربه دي اتعملت ضمن مشروع جماعي في احدى الجامعات عامه في مصر بمشاركه 15 شاب وفتاه تتراوح اعمارهم ما بين 18 و25 سنه. 18 و25 سنه ده اللي هو مستحيل يسيبوا التليفون. مستحيل. انت كده بتدمر لهم حياتهم. يعني انت لما تعوز اصلا تعاقب حد في السن ده اسحب منه التليفون. طيب اتفق كل الناس اللي شاركت في التجربة ان هي تتخلى عن الموبايل لمدة 30 يوم، وبدل ما تطمن على اصحابها عن طريق السوشيال ميديا ينزلوا يقابلوا بعض، وبدل ما نبعت رسائل ونبعت ايميلات لبعض، لا ننزل ان احنا نشوف بقى بعض فيس تو فيس كده او وجها لوجه يعني. اول اسبوع الموضوع كان صعب، ومعظم اللي شارك كان حاسس بعدم الامان وقلقان جدا، وده كان طبيعي. لكن مع الاسبوع الثاني الموضوع بدأ يتحسن، وحسوا ان تركيزهم بدأ يزيد، ومستوى التوتر قل، واحساسهم بالصفاء الذهني كده بقى موجود، وفي راحة نفسية. ناس كتير جدا من اللي عملوا تجربة ان هم قطعوا السوشيال ميديا قالوا الموضوع ده من غير بقى سيبك بقى من الدراسات والحواديت دي كلها. ناس كتير تقول لي انا مثلا يا فيسبوك ده انا ما عنديش فيسبوك بقالي سنتين، فاقول له ايه ده؟ طب وعايش ازاي؟ يقول لي بقول لك ايه، اريح بكتير. برغم ان هو ما كانش اكتف مثلا، ولا بيقول لي اريح، بيقول لي بقى في طاقه معينه على السوشيال ميديا بقت تقيله، واخبار كتير سلبيه، وحاجات كتير بتاثر على نفسيه الواحد. فبالتالي يقول لك لا انا لما قطعت سوشيال ميديا الموضوع ده فرق معايا جامد قوي. قال لك يا دوب كان عندي واتساب بس عشان خاطر في الشغل بنستخدمه كتير، وممكن انستجرام كده بفتحه في اليوم مره ولا مرتين عشان ايه، اشوف لو في حد خطب حد مش عارف ايه، حد هينزل ستوري يقول ان توفى حد مثلا، فيبقى عارف هو بيستمد اخباره كلها من هنا. يقول لك بس عشان ده كمان اخباره السلبيه اقل، والصراعات اللي عليه بتبقى اقل، والحواديت دي كلها. بس بيقول لك مثلا فيسبوك وتويتر والحواديت دي كلها قال لك انا قطعت ناس كتير جدا عامله كده. يعني بتستغربهم من كتر ما الطبيعي بقى ان احنا عايشين على سوشيال ميديا. ما ينفعش يبقى في حد دلوقتي ما عندوش سوشيال ميديا. يعني مش شرط كل المنصات، بس يعني على الاقل عندك في منصه واحده. في ناس يقول لك لا هي انا بس فيسبوك، وانا ما بقى مش هنزل اي حاجه تانية غير كده، انا ماليش في الحاجات التانية دي، بس فيسبوك عشان اتابع الاخبار واتابع اخبار صحابي واهلي وقرايبي اللي عايشين بره مصر، اللي هي موضوع عملي شويتين 3. بس لا بقيه المنصات بقى ماليش فيها خالص. وفي ناس ما ينفعش تعيش من غير ابليكيشنز، ما ينفعش تعيش من غير التليفون. يعني التجربه دي بالنسبه لهم هتبقى عذاب. اقعد شهر من غير تليفونك، شهر من غير التليفون، ده حاجه يعني مش حاسه ان ناس كتير تقدر تكمل طبعا. بس هما بيقولوا لك النتائج بتقول ان هما اول اسبوع كان الموضوع صعب جدا، لدرجه ان هما كانت نفسيتهم تعبانه. يعني تعبانين نفسيا، ان هم في حاجه ناقصاهم ومش مرتاحين والدنيا مش تمام وكده. وبعدين بعد اول اسبوع ده ابتدوا يحسوا ان تركيزهم زاد، ابتدوا يحسوا ان في صفاء ذهني كده، ابتدوا يحسوا ان الدنيا بقت اهدى، ان هم عارفين يعني عارف جراوندد كده اسمها ايه، اللي هو ايه عايز هادي كده، في سكون في سكون مش تقريبا. خلينا نبتدي معاكم، لان الحياه بتبقى عباره عن تجارب كتير جدا. في منها اللي يحتمل ان هو ينجح، وفي منها بيحتمل ان هو مش عايز يقول يفشل، بيقول ان هو ما ينجحش. في نجاح وعدم نجاح بالظبط. تمام. مستحيل حد ياخد الحياه من غير ما يجرب مره واثنين
و10 ويخش في حاجات ويحس ان هو لا مش لاقي نفسه في الحتة دي، فيجرب حاجات تانية ويلاقي ان ممكن الحاجات التانية دي يبقى فيها يعني زي ما بيقولوا كده potential او فيها الرمق، يعني ان هي تبقى ايه حاجة ناجحة ويقعد يجرب فيها اكتر. تكون عالية شوية بالظبط. ففي ناس بتبادر بقى وتروح للتجربة الجديدة، وناس بتهرب منها وتقول لك ايه احنا اللي نعرفه احسن من اللي ما نعرفوش وبتاع. بس لا، التجربة تحمل زي ما قلنا احتمالية للنجاح وعدم النجاح، وانت واختيارك بقى. لو جربت مثلا ممكن تستمتع بالنجاح او تتألم من الفشل، بينما بقى لو ما جربتش خالص فانت على الاقل الاحساسين دول مش هتحسهم، يعني مش هيبقى نيوترال، اللي هو عادي احساسك يبقى عادي، وهتكون اهم حاجة بالنسبة لك انك هربت من فكرة ألم الفشل. بالزبط. يعني في ناس يعني طبعا سعادة النجاح مختلفة تماما اكيد تمام، ولكن ألم الفشل برضو بيبقى احيانا على قد الفرحة بتبقى على قد الحزن، ان الموضوع ده ما مشيش من كتر ما انت بتبقى حاطط آمال وطموحات، واللي هو انا الموضوع ده يعني خلاص ده حلم حياتي. طبعا في ساعتها ده بيكون تفكيرنا ان ده حلم حياتنا، مش عارفين الغيب، مش عارفين هل ده هيكون يعني خير لينا ولا ربنا شايل لنا الخير بعدين، فمش عايز الموضوع ده ينجح. فيعني حاجات كتيرة جدا. بس بقى الموضوع بيفرق، في ناس بيبقى بالنسبة لها انا عايش اذا انا لازم اجرب ان مرة واثنين وثلاثة وفي نفس الحاجة، وممكن حاجة جديدة وكل شوية اجرب واتعلم. وفي ناس بيجربوا مرة واحدة وبتفشل مثلا، او بلاش نقول تفشل، ما بتمشيش التجربة دي، ما بتمشيش، بيفضلوا قاعدين طول حياتهم انا مش هجرب، انا هفضل قاعد في مكاني كده عشان انا جربت قبل كده والموضوع منجحش والموضوع اثر عليا نفسيا، فانا هفضل عايش طول حياتي ماشي جنب الحيط، قاعد في الكومفورت زون بتاعتي او المكان الامن اللي حواليا، ولا هجرب حاجة جديدة ولا هعرف ناس جديدة. وناس عايشة كده خلاص هي بالنسبة لها ده راحة البال والامان ومرتاحين كده. وتلاقي بقى انتقادات وناس تقول لك انت ازاي يا ابني ما طور من نفسك، طب سافر، طب اعمل، طب جرب. لا 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 لا، سيبني زي ما انا وانا مرتاح في الموضوع ده. في ناس يحبوا التجارب، وفي ناس بيترعبوا ان هم يجربوا حاجة بالنسبة لهم ده كابوس، يعني سيبني كده زي ما انا كده مرتاح ومبسوط بالظبط. هو بالنسبة له ممكن يبقى فايته احساس بتاع النجاح واحساس السعادة بتاع المعرفة والاكتساب الخبرة والثقة واحتمالية ان النجاح دي تزيد وكل حاجة، بس في نفس الوقت هو بيتجنب زي ما قلنا آلام الفشل، خسائر النفسية، ان الناس ممكن تقلل من الموضوع. الناس يقول لك يا عم دي فانا عملت كذا عادي فشل، ده كلام الناس بقى، البند بتاع انا خايفه الناس يقولوا عليا ايه بالزبط. او الناس تشمت فيا، او انا الناس هتشوفني ازاي بعد ما يحصل الكلام ده، مع ان يعني طبعا دي اكذوبه كبيره جدا. بس هو احنا خوفنا بنحب ان احنا نلاقي له شماعات كده نعلقها عليها. لا الناس هتقول ايه، لا مش عارفه ايه، لا ما يصحش، مش فكرة. هي الحاجه لو ما مشيتش مش لازم نقول، يعني بحس دايما وقلناها مليون مره حس ان الفاشل مش اللي هو عمل حاجة وما نجحتش، هو الفاشل اللي بيقول عايز يعمل وما عملش حاجة خالص. يعني صراحة مش يعني، وانا ممكن اكون اول الناس اللي ممكن اتهم نفسي بالموضوع أيوة ده، لان في حاجات كتير قوي بقعد اقول انا عايز اعمل كذا، نفسي يبقى عندي براند معين، نفسي افتح مش عارف ايه. الحاجات دي كلها دايما بقول انا عايز في الاخر ما بعملش. الافشل بقى، الافشل مش بقى اللي ما بيعملش عشان خايف، الافشل اللي ما بيعملش عشان هو ماشي يقضيها تنظير على اللي عمله وما نجحش. يعني فاهم قصدي ايه؟ يعني انا دلوقتي فانا فتحت مطعم تمام، المطعم ما مشيش زي ما هي عايزه وقررت ان هي تقفله لان هو واقف عليها بخساره. فواحد يجي واحد زي نفسه يفتح مطعم بس ما خدش الخطوه اللي فانا خدتها عشان تروح تفتح المطعم بتاعها، وقرر ان هو ينظر على يا جماعه لا انتوا عايزين نفشل زي ما فانا فشل، دي فانا دي فاشله، دي فانا دي مش عارف عملت ايه وحاولت والمطعم ما كانش حد بياكل منها غير هي وبنت. فنبتدي نحس ان هو انت لو انت ايه اللي وداكي هناك، حد يعمل كده
مطعم اللي انت رايحه وهو من جواه هيموت يعني وياخد التجربه الخطوه دي، بس هو خايف ان هو الموضوع ما يمشيش معاه فيبتدي يتحطم، فبالتالي يبتدي بقى يكسر في مقاديف البنت اللي تعبت ونزلت وشافت وراحت. حتى لو هو ما نجحش المطعم ده، هي جربت مره في حاجه وشافت وغيرت الشيف مره ومش عارف عملت ايه يعني هي تعبت بجد عشان توصل لحاجه، وفي الاخر اتعلمت ان ممكن مثلا الكار ده مش كار، او هي عملت حاجه غلط، فلما تيجي تجرب حاجه تانية هتحسنها. لكن هو بالنسبه له لا، هو ما شافش حاجه، انا قاعد حاطط رجل على رجل وشايف النتيجه الاخرانيه، وشايف ان فانا دي لا هي انا انت عايزين ولا عايزين نبقى زي فانا؟ لا، هو انت اصلا مش زي، انت مش عارف توصل زي فانا، لان على الاقل فانا نجحت تعمل حاجات كتير وخطوات كتير، صح. لكن النتيجه في الاخر ممكن ما تبقاش اللي هي عايزاها. ايا كان بقى الخطوات، الحاجات اللي الشخص ده عملها، دايما بتلاقي لو حد بيكسر في مقاديفك، او لو حد بينتقدك نقد لاذع، او يقعد ينظر عليك، سبحان الله لو قعدت تركز كده تلاقي ان الشخص ده هيموت ويبقى ربعك ومش عارف. فهو ايه اللي بيعمله؟ اللي اقدر اعمله علشان اشفي غليلي من ان انا مش عارف اكون ربعك، ان انا اقعد انظر عليك، ان انا اقعد اتكلم عليك من ورا ظهرك، ان انا اقعد اشوه صورتك قدام الناس، ان انا مفيش حد سوي نفسيا ومفيش حد ناجح بيعمل كده. الشخص الناجح مش شرط يا جماعة، الناجح طبعا النجاح نسبي جدا، بس خلينا نقول مثلا شخص جرب وعمل حاجات كتير وما نجحتش، وعمل حاجات تانية ونجحت وحاجات تانية وما نجحت، يعني عادي. شخص بيحاول يجرب وبيحاول ان هو ما يوقفش طموحاته عند حتة معينة، ده عمره ما هينتقدك وعمره ما هيقعد ينظر عليك، بالعكس هيبقى مقدر انت في ايه، عشان هو عدى بنفس المرحلة اللي انت عديت بيها، عارف يعني ايه تبقى قاعد قلقان وخايف، عارف يعني ايه خسرت حاجة وكنت حاطط امالك كلها فيها، هيشجعك وهيقولك كلمة حلوة وهيزقك لقدام، عمره ما هيقعد ينظر عليك ويعمل كل ده. كان معاكم فانا إمام ويوسف التهامي. عيش صباحك. كنتم مع عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.